عندي كلمتين بسرعه كده عايز اتكلم فيهم. اول حاجه زيزو ظالم ولا مظلوم؟ بطل ولا يعني مش بطل ولا ايه بالظبط؟ نمره اتنين عايز اتكلم على مدير فني جديد للنادي الاهلي بمبلغ يتخطى ال 10 مليون دولار بالمكافآت وكده، يصل ممكن 11 مليون دولار في 3 سنين. 11 مليون دولار يعني احنا بنتكلم تقريبا في اكثر من نص مليار جنيه في 3 سنوات. طيب هنا الزمالك عنده مشاكل ماليه غير طبيعيه، مشاكل ماليه بتخليه مش قادر يدفع فلوس اللعيبه اللي اشتراها واللعيبه اللي تعاقد معاها كمصريين او اجانب، او حتى يدي فلوس اللعيبه من السنه اللي فاتت والسنه دي. طب هنا السؤال، انا شفت اكتر من مسؤول طلع قال لك احنا كنا مجهزين فلوس زيزو 80 مليون جنيه كاش وعربيه وفيلا وفلوس لابوه وكلام من هذا القبيل. طب ده زيزو طلع بطل بقى ان هو مشي من نادي الزمالك، لانه لو كان فضل في نادي الزمالك كان هيعمل ازمه ماليه غير طبيعيه. اذا كان زيزو مش موجود وما دفعلوش الفلوس اللي كان طالبها دي اللي بتتخطى 300 مليون جنيه في 3 سنين وفي مشاكل ماليه رهيبه، تخيلوا بقى لو كان زيزو وافق وخد الفلوس الكاش دي. فهنا السؤال، هم في نادي الزمالك عايزين ينجموا نفسهم ويرضوا الجمهور على حساب شكل النادي وقدراته الماليه؟ انت ما عندكش قدره ماليه اذا كان انت ما عرفتش تحافظ على زيزو، رغم ان انت بتقول ان انت كان معاك فلوس زيزو، ودلوقتي بعد ما زيزو مشي المفروض بقى يكون ماليا الموضوع افضل، اللعيبه بقى تكون اقل في الفلوس، اللعيبه الفلوس اللي كنت هتديها لزيزو توزعها، انت رحت وزعتها فين؟ وليه كل الانديه سواء في البرتغال او في اوكرانيا او في اي بلد انت جبت او في بنتايك او في لعيبه جديده كل ده ما دفعتش الفلوس؟ طب ايه النظام والسيستم الاداري المالي اللي انت عامله؟ يعني ده اللي احنا عايزين نعرفه. فطبعا موضوع زيزو ده موضوع غريب جدا جدا جدا، ويمكن زيزو طلع بطل انه وافق على عرض النادي الاهلي لانه هياخد فلوس كتير جدا اكتر من الزمالك، وكمان فلوسه هتكون مضمونه مش هتتاخر. نمره اتنين بقى والاهم وهو مدير فني للنادي الاهلي، طلع علينا الاستاذ خالد مرتجي وقال لك احنا عندنا عجز دولاري، احنا بيجي لنا مش عارف 8 9 مليون دولار سنويا واحنا يعني فلوسنا 17 مليون دولار سنويا لكل اللعيبه والاجانب والصالات وكلام من هذا القبيل والسفر والحاجات دي والانتقالات وكده. طب هنا السؤال دلوقتي، ما بقاش في كاس عالم كل سنه عشان يجي لك دخل دولاري، كاس العالم بقى كل 4 سنين، حتى السنه دي مش هتلعب ولا سوبر افريقي ولا انتر كونتيننتال، وراح تتعاقد مع مدرب ب 3 مليون دولار في السنه، يعني حوالي 9 مليون دولار ونص، زي ما القاهره 24 كاتبه 9 مليون دولار ونص في 3 سنين. ده غير المكافآت، لو خد دوري ليه شهرين، يعني هو بياخد في الشهر 300,000 دولار او 250,000 دولار، يعني لو خد دوري ليه شهرين يعني 500,000 دولار، لو خد افريقيا ليه 3 شهور يبقى بنتكلم في 750,000 دولار. فده لو خد في الثلاث بطولات دول ممكن يتخطى بقى راتبه 12 و13 مليون دولار او اكتر كمان من كده، 15 مليون دولار في 3 سنين. لو خد بطولات بقى ممكن يتخطى المبلغ ده، يعني بنتكلم 13 مليون دولار مثلا قول متوسط في الثلاث سنين. ايه كل ده ليه؟ عشان تاخد الدوري ولا تلعب افريقيا اللي فيها فرز ثالث؟ ده انت هتلعب نوار البوروندي في دور ال 32 ومش عارف التامين الاثيوبي والزمالك هيلعب تيجي طه الصومالي ويعني بطولات افريقيا اللي كل لعيبه افريقيا بيروحوا اوروبا اللي هم جامدين قوي، واللي مش جامدين قوي بيروحوا الخليج، واللي نص نص بيروحوا المغرب والجزائر وتونس وليبيا، واللي يعني بسم الله ما شاء الله يعني اقل من المتوسط ب 100 مره بيجي الدوري المصري يلعب في الانديه الثانيه. انت بقى بتروح تجيب لعيبه من اوروبا ما لقيتش ترجعها مصر، سواء في اهلي بيراميدز حتى الزمالك ما بقاش موجود، اهلي وبيراميدز هم اللي بيجيبوا لعيبه جامده، بس الاهلي وبيراميدز بيجيبوا لعيبه جامده بملايين الدولارات، ومنهم كمان ناس ما بتنجحش زي مثلا اشرف داري مش ناجح، زي يحيى عطيه الله ما جبته مش ناجح، تمام؟ دي لعيبه مش ناجحه مثلا، يعني زي برضو ما برضو نادي الزمالك لسه عنده لعيب فلسطيني عمر فرج وكان جايبه مليون وشويه وبرضو ما لم يتم بيعه وموجود وبياخد فلوس من غير ما يلعب، زي رضا سليم اللي راح وبيدفع له 600 700 الف دولار وهو بيلعب في الجيش الملكي المغربي في بلده من النادي الاهلي. فكل دي حاجات غريبه وعجيبه وفلوس بتدفع، تحس انها بتدفع، يقول لك انا بيجي لي دخل دولاري. ما هو انت طالما بيجي لك دخل دولاري، طب ما توزع الدخل الدولاري ده صح، بدل ما ترمي الدولاري ده في الهواء كده، لعيبه تيجي وما تستفادش منها وتمشي، مدربين يجوا وفلوس تدفع للمدربين عشان شروط جزائيه لا اصل الاهلي عنده فلوس. ما لو انت عندك فلوس ما تحافظ على فلوسك، هو انت مثلا لازم يتحجر عليك مثلا عشان بتوزع فلوسك كده في الهواء وما بتروحش في الاماكن المناسبه؟ نفس القصه بالنسبه للزمالك، انت ما عندكش فلوس يعني، وعامل فيها نزهه ليه؟ عامل راح تجيب عايز تحافظ على زيزو وانت معكش فلوس اللعيبه نفسها، كنت هتدفع لزيزو منين اساسا؟ ولو دفعت لزيزو هيكون رجال الاعمال هم المتبرعين عشان لما زيزو يفضل، فكده يبقى انتصار على الاهلي انه ما عرفش ياخد زيزو من الزمالك. ده مش نظام اداري ناجح على فكره. يعني على العموم هو ده اللي بيحصل، وهي رد واحد بس والله، وانا قلته دنيا غريبه والله. صباح الفل.